بقي من زمن الشوط الأول 7 دقائق والنتيجة هي التعادل. ينطلق فريق الياسمين لكي يحضب على فريق المجد. هذه الدائرة طويلة جدا، لن تصل أبدا إلى المرمى. سيصل في الحلقة القادمة. يتواجه مازن مع دفاع فريق المجد ويجتازه بكل سهولة. تعال هنا. سوف أهزمك يا ماجد وأريك أين يباع الزنباع. يا إلهي، لقد أصبح الملعب مثل الكرة الأرضية والكابتن مازن يبحث عن المرمى. هل تبحث عن المرمى؟ فاركض عنه بجهة أخرى. شد في ذلك الحبل. تمريرة ذكية من مازن. يا إلهي، لقد قام بتيبو لمدافع المجد. يا إلهي، إنها بهدلة لفريقنا، لقد بثوها في التلفاز. ماذا؟ مراوغة ذكية ولكن الملعب أصبح منحدرا فجأة. ستتعطل مكابحنا، ارمي الكرة. وتمريرة صعبة بالسيف. هيا نصعد إليهم قبل أن يهبطوا لنا. سعيد لن يقوم بالمواجهة، سوف يمرر الكرة إلى مازن. نعم. وأخيرا خرجت في الكابتن ماجد. وأخيرا ظهر الكابتن ماجد. أرجو أن لا يؤجلوها إلى الحلقة القادمة. لقد تلبدت السماء بالغيوم ولكننا لم نشهد المواجهة بعد. هيا تقدم يا ماجد. وأخيرا سوف يتواجهان بعد ربع ساعة. لا تنسى يا مازن، النقود تنتظرنا. لا تتهاون يا ماجد وإلا سنخسر 3 ملايير. وأخيرا يتواجه البطلان. لن تأخذ الكرة يا ماجد. حتى وإن هزمتني في هذه المباراة لن تستطيع لعب المباراة القادمة. ولماذا؟ لأني مصاب بفيروس يدعى كوفيد-19. مراوغة ذكية من مازن ويجتاز الكابتن ماجد. انظروا إنه يفحط بسرعة شديدة ويحاول سعيد عرقلته ويمررها. يا لها من تمريرة زبدة. لن تستطيع أن تجتازني. ما هذا الحائط الذي دخلت فيه؟ رأوني في التلفاز. كيف أصبت بالكورونا؟ لقد أصيب بها بسام أولا. ماذا؟ تفيرس بسام؟ نعم. قل والله إنه لفي حالة حرجة. رئتي تؤلمني. يا إلهي، لقد وقع مازن. ماذا يحدث؟ أنت في خطر. لا تستهتر بالأمر، يجب أن تذهب إلى المستشفى. إنها مصيبة. مازن مصاب بفيروس كورونا. ماذا؟ هذا يعني أن العدوى انتقلت إلى الكابتن ماجد. هناك احتمالية إصابة الكابتن ماجد وباقي اللاعبين. كنت تعلم أنك مصاب، فلماذا لعبت المباراة؟ أريد أن أهزمك بأي طريقة. ماذا؟ عندما بدأ الفيروس في الانتشار في أوروبا أصيب بسام بالفيروس في إحدى الحانات، ثم نقلوه إلى المستشفى فذهبت لزيارته ولكنهم منعوني. لكني وجدت طريقة للتسلل لغرفته. لقد كان يعاني من ضيق في التنفس وحرارة شديدة، ولكنه أوصاني أن أهزمك بأي طريقة كانت. وعندما عدت إلى البلد في حصة تدريبية اكتشفت بأنني مصاب بالفيروس. حظوظي في الفوز أصبحت منعدمة، فرأيت بأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتدميرك يا ماجد. لقد أعلن الحكم إيقاف المباراة، وتعلن اتحادية كرة القدم لإخضاع جميع اللاعبين للحجر الصحي وإيقاف هذه البطولة. روح الله لا يتربحك. واللي تحضروا بالدارجة. لا ما قلت ليش علاه يا واحد الشماتة. ايه هاك عديتني كي انا كي مكي خاوتك بقى كلش يحبس. ما تقوليش راحت البكالوريا. لا بطولة لا سوارد لا جدم عليكم. يا ريت هاتوا هاتوا نعطيه الكفات واتو. هاي جات الأمبيلونس. علاش ما خليتو شربة؟ علاش يا اخي غير بالو؟ علاش هذا المنكر؟ على شوفي خويتي، والله ما هو وقت الهضره هذه، على بالك.
راك جبتها في روحك، برك راح تربح ما والو. ها حتى ونخليه يربح، رايحين للسبيطار. أرجو أن يفهم الناس هذا الدرس، مهما كانت أسباب الفيروس فيجب أن نحمي أنفسنا منه. أعزائي المشاهدين، اخرجوا لنا من الاستاد، الله يحفظكم، بالأقل ما تطبعوش.